في نوع تاني من الجمال من تايلاند اللي بيسموها عاصمة المتحولين جنسيا في العالم لحد دول تانية كتير في آسيا. قصص أغرب من الخيال، بس كلها واقعية 100%، ومليانة تفاصيل لو عرفتها هتبص للعالم ده بنظرة تانية خالص. أهلا بكم في 5 جنان. معظم الناس فاكرة إن الموضوع قرار مفاجئ أو لحظة جنون، لكن الحقيقة إنه حاجة بتبدأ من الطفولة. في بلاد زي تايلاند الطفل ممكن يكون عنده 6 أو 7 سنين ويحس إنه مش مرتاح في جسمه، بيحب الحاجات اللي البنات بتحبها، بيلبس لبسهم، بيقلد حركتهم، وكل ده وسط مجتمع ما بيعترضش عليه زي المجتمعات العربية. المدارس هناك مش بتجبر الولد يكون راجل، لو حب يتصرف زي بنت المدرسين بيطنشوا، والأزيد كمان إنهم أحيانا بيشجعوه لو شافوه موهوب أو شكله لذيذ. وهنا بيبدأ أول الطريق. في الوقت اللي جسم الولد بيتغير وهرموناته بتشتغل، الترانز بيبدأ يعاني جدا. الولد اللي عايز يبقى بنت بيكره صوته لما يبقى خشن، بيكره ظهور الشعر في وشه، وبيتمنى لو صدره أو جسمه يبقى كبير زي البنات. وفي بلادهم الأمور أسهل شوية، أي صيدلية ممكن تبيع لك هرمونات أنوثة من غير أي وصفة طبية. ومن هنا بيبدأ التغيير الفعلي. في كتير منهم وهم لسه مراهقين بيبدأوا ياخدوا هرمونات من تحت لتحت، جسمهم بيبدأ يتغير، ووشهم ينعم شوية، وصوتهم يبقى رقيق جدا. وفي وسط كل ده الأهل ساعات بيكونوا عارفين وساكتين، وساعات بيكونوا نفسهم هم اللي بيشجعوهم. في آسيا خصوصا في تايلاند الجمال مش بس وسيلة إعجاب، ده وسيلة شغل. الليدي بويز أو التايلانديين اللي غيروا جنسهم بيشتغلوا في مجالات كتيرة جدا، زي عروض الأزياء أو تقديم البرامج أو المسارح الاستعراضية والنوادي الليلية. ده غير كمان السياحة الجنسية، ودي مليانة بالأسرار المرعبة. وزي ما العالم بتاعهم ممكن يبان إنه بيلمع من فوق، بس من جواه هو مظلم جدا. فكتير من الليدي بويز بيكونوا مثلا واجهة للبلد، تشوفهم في عروض واحتفالات بيضحكوا وبيتكلموا بلطافة، لكن ورا الكاميرات في واقع تاني مختلف. أغلبهم مضطر يشتغل في الملاهي الليلية علشان مفيش شغل تاني يقبلهم. في شركات كاملة بتستغل شكلهم وتجبرهم على عمليات تجميل علشان يبقوا مطلوبين أكتر، واللي بيرفض بيتشال من القائمة وبيتقطع رزقه. ففي بنات بتبدأ تشتغل من سن 16 سنة وبتبقى يدوب لسه مخلصة أول جرعة هرمونات، وبيتم استغلالهم أسوأ استغلال، زيهم زي أي سلعة بالظبط. ده غير إن الجراحة مش دايما حلم سهل المنال، أحيانا بتتحول لكابوس كبير جدا. فالتحول الجنسي الكامل مكلف بشكل رهيب. لكن في تايلاند بقى عندهم مستشفيات متخصصة لدرجة إن ناس من أوروبا بتيجي تعمل الجراحة هناك. بس هل الجراحة دي نهايتها سعيدة فعلا؟ حالات كتير جدا بيحصل لها مضاعفات. في ناس فقدت الإحساس تماما، أو تعادت وجالها أمراض خطيرة جدا من أدوات غير معقمة مثلا، أو دخلت في اكتئاب بعد الجراحة لأنهم حسوا أنهم ضيعوا نفسهم تماما. وفي أمثلة كتيرة جدا لليدي بويز أو ترانسجندر انتحروا بعد الجراحة بسنة أو سنتين. ولو جينا نتكلم عن الدولة أو حتى الدين في بلادهم، فالحكومة بتسكت طالما في سياحة شغالة، والناس بتسكت طالما في فلوس داخلة عندهم. إما الدين فمش دايما حاضر. كتير من الترانسجندر بيعيشوا بعيد عن المعابد أو العبادات لأنهم حاسين إنهم مرفوضين، وفي المقابل في جماعات دينية بتطاردهم وبتفضحهم، واللي بيخليهم ينزلقوا أكتر في العالم الخفي المرعب، ويقع في إدمان أو اكتئاب أو يموت على سرير محدش يعرف عنه أي حاجة. ففي تجارة وتدخل حكومي وضغط نفسي رهيب جدا، ومجتمع بيساومهم على جسمهم مقابل الحياة. ومن القصص الشهيرة الأخيرة هي قصة ترانسجندر تايلاندية اسمها فونغ ساك بواخام، واللي رحلت عن عالمنا في 18 إبريل 2024. فونغ ساك ما كانتش شخصية عادية، كانت زعيمة قرية، ودي حاجة نادرة جدا لحد من مجتمع الترانسجندر إنه يوصل لمنصب زي ده في تايلاند. وكانت على علاقة عاطفية مع راجل عنده 45 سنة برضه، وعلاقتهم كانت معروفة في المجتمع، وكانوا بيظهروا مع بعض في مناسبات كتيرة جدا. وفي يوم 18 إبريل حوالي الساعة 4 العصر، موظفة شغالة في محل 7-Eleven لاحظت إن في عربية بيضة من نوع تويوتا فورتشنر مركونة قدام المحل لفترة طويلة، وبعد كده
سمعت صوت الموتور بيعلى مرتين فشكت في الموضوع، ولما قربت من العربية لقت فونكساج وشريكها فاقدين الوعي جوه. ولما الشرطة والمسعفين وصلوا المكان لقوا الاتنين في حالة حرجة جدا، وكان في نزيف من أنفهم وفمهم، والتحيات الأولية أشارت إلى أن فونكساج والراجل اللي معاها انتحروا مع بعض. والقصة دي بتوضح بالذات التحديات النفسية والاجتماعية اللي ممكن يواجهها الأشخاص الترانسجندر حتى لو وصلوا لمناصب قيادية، وفتحت نقاشات كتيرة جدا عن الصحة النفسية والدعم المجتمعي لذوي الهويات الجندرية المختلفة. عايزكم تسيبولي كومنتاتكم وتقولوا لي رأيكم في موضوع الحلقة، وما تنسوش تعملوا لي لايك أو سبسكرايب، وأوعدكم إن اللي جاي هيبقى حلو، وأوعدكم إن القادم هيبقى أحسن بإذن الله.